مشوفتش تعصب وقلة أدب بالشكل ده قبل كده في حياتي. يعني بص، أنا عمري ما بطلع أتكلم أو أقول أي حاجة، بس صراحة الموضوع ده استفزني جدا وضايقني جدا، إن إحنا عندنا تعصب وجهل للدرجة دي. بنعمل دايما في أي عيد ميلاد أو حاجة بنعمل كيك مثلا للعيال. فالمرة دي كنا عايزين نعمل كيك وعليها صليب، فكلمنا مكانين، سدرة وكابر ميلت. الرد الصراحة كان صادم جدا، ان هو بيقول لي انا ممكن اعمل لك الكيك بس من غير الصليب. فما فهمتش، يعني ما فهمتش ليه ما تعملش صليب. هو انا بقول لك اعمل الصليب تاتو على جسمك، او انا بقول لك مثلا علق الصليب في المحل؟ يعني هو ايه المشكله؟ انا مش فاهم. يعني هو ايه المشكله ان انت تحط صليب على تورته؟ ده مثلا هيخليك كافر مثلا، او هيخليك مثلا بتعمل حاجه ضد دينك؟ يعني ايه المشكله في حاجه زي كده؟ فللاسف دي حاجه يعني مش المفروض نسكت عليها. وانا فعلا دي اخر مره في حياتي هكلمكم اساسا، ولا هجرب اجيب حاجه منكم. وان شاء الله ان شاء الله هحاول اوصل ان انا اوصل الفيديو ده لناس كتير جدا، عشان ما يشتروش منكم. ان الناس زيكم بالتعصب والجهل ده الصراحه مش المفروض ان انتوا تبقوا شغالين. ان انت يبقى عندك تعصب لدرجه ان انت مش عايز تعمل صليب على تورته، لا هي دي مشكله كبيره جدا. يعني هو انت كده، ده بالنسبه لي ده قمه في الجهل والتعصب وقله الادب يعني وحاجات كتير قوي. فيعني فعلا حاجه غريبه جدا ان احنا لسه عندنا جهل وتعصب للدرجه. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشوف يعني أخد رأيكم في التعليقات، ولو أنت ما عندكش كلام تقوله يعني يكفيني الصلاة على النبي محمد. لأن فيديو زي ده أنا مش عارف، لا أنا عارف أتكلم أقول إيه، عشان ما حدش يقول إن أنت بتعمل فتنة، ولا أنا قادر إن أنا مثلا أتكلم لا أظلم هنا ولا أظلم هنا. بس كل واحد ليه حرية شخصية. أنا راجل صاحب محل، معلش حريتي ان انا ما اعملكش الحاجه دي. فانا كون ان انا ارفض دي حاجه ما تزعلكش. فحضرتك ممكن تشوف حد غيري مره اتنين تلاته اربعه اللي يوافق يعمل لك اللي انت عايزه، انما مش عشان انا رفضت ان انا اعمل لك اللي انت عايزه تطلع تقول وتشهر وتعمل كذا وكذا وكذا وبالعلن. خلي بالك، انا عايز اوصل لك على حاجه. انت كده عملت اعلان للناس ديت ان اي حد هيشوف الفيديو بتاعك هيروح بقى يشتري من عندهم عشان خاطر الموقف اللي هم عملوه معاك. فانت حابب ان انت تجادل، قول يا جماعه بطريقه كويسه باسلوب كويس، مش تطلع تقول ليه وكده ومش عارف ايه وتقول ده الناس دي ناس كذا. لا يا غالي على يا حبيبي، ولا انا مش عارف والله اقول لك ايه بالظبط. ماشي، كل واحد له حريه شخصيه، زي ما انت ليك حريه شخصيه انا ليا حريه شخصيه. انا متاكد ان انا لو انت مثلا شغال في الكتابه ورايح اقول لك اكتب لي صلي على محمد، انت مش هتكتبها لي. يكفيني الكلام لحد كده، وان شاء الله انظرونا في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين.